السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. تعالى كده نعمل بقى مخللات رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. نعمل حبه مخلل كده عسل كده. طبعا الترش ده او المخلل ده بيبقى في رمضان لازم يبقى على السفره او على ترابيزه الاكل، يعني ما نقدرش نستغنى عنه في رمضان وفي غير رمضان كمان، بس هنعمله بطريقه حلوه ان شاء الله تعجبكم. تعالوا بقى كده بصوا معايا جايبه كيلو خيار. الخيار غالي شويه، ما يعني ممكن تجيبوا نص كيلو بس ماشي. وجايبه كيلو فلفل اهو، فلفل الرومي كده الحلو ده يبقى حلو قوي في المخلل، الفلفل الرومي اللي هو الطويل ده ماشي. ومعايا كيلو ونص جزر اهو، جزر جميل اهو هنعمله بطريقه حلوه. ومعايا كيلو ونص لفت ماشي. اللفت بتاعنا برده جايبينه زي العسل كده، طري كده وجميل. بصوا عامه يعني في الشتاء الخضار بيبقى حلو قوي ماشي اهو ماشي. ومعايا بقى كده ايه، معايا العسل والقمر دي الكرنبيطه السكر ديت. بصوا عسل ازاي اهي، هنعملها بطريقه حلوه ان شاء الله تعجبكم. بصوا احنا اول حاجه هنشتغل في الكرنبيطه بتاعتنا عشان نعملها بميه سخنه، فاحنا هنشتغل فيها نعملها الاول، نفصصها كده الاول وبعد كده ايه هقول لكم نعمل ايه بقى ايه واحده واحده. تمام كده. اهم حاجه الكرنبيطه بتاعتك تجيبها تكون، بصوا كرنبيطه سكر ازاي تبقى في المقليه دي تبقى تحفه ماشي. الورده الزهره بتاعتها بصوا، اهم حاجه يكون الزهر بتاعها حلو ولونه حلو كده ويكون فاتح ويكون طازه معاكي، ما يكونش دبلان او هنا في حاجات سودا ولا اي حاجه. لازم تكون الزهره معاكي حلوه كده وبيضه وحلوه. بس على حسب بقى ما انتي بتحبيها، يعني اللي عايزاها صغيره عايزاها كبيره اهي. انا بحبها تبقى ايه الزهره بتاعتها مش كبيره قوي اهي. نشيل القلب ده كده ونعملوها كده. نكسر الزهره كده اهي. خلي الكرنبيط عامه حتى لو هتخليه لوحده ما يكونش مخلل يعني مشكل، بيبقى طعمه حلو قوي. يعني ممكن تعملي كل حاجه لوحدها بس هو بيدي طعم حلو قوي. المشكل ده ما بنروح نشتريه غالي قوي قوي اليومين دول وبيطلع معاكي حلو قوي. احلى حاجه المخلل المشكل في رمضان، والليمون طبعا والزيتون والحاجات دي ماشي. خلص بقى الكرنبيطه كده بسرعه. بصوا انا كده نضفته كله. تعالى كده حتت صغيره كده عشان ايه تبقى حلوه كده تاخدها كده. بصوا تحفه ماشي. هنغلي الميه في الكتل وبعدين نرجع نشوف الكرنبيط الوقت، بس هغسله الاول ونرجع مع بعض تاني. بصوا بقى ننضف الخيار برده ماشي. حطي جنبك كده حاجه تنضفي فيها عشان تلمي حاجتك كلها ايه فيه. بصوا انا بقطع الخيارايه نصين عشان الخياره بتاعتي يعني ايه تبقى مالحه كده وطعمها حلو. ايوه عشان كمان ما تتهرش معاكي. الخيار بالذات ما تقطعوش مكعبات، قطعي الخياره نصين بس عشان تفضل معاكي كده ايه ما تتهرش منك في المخلل، لان طبعا الجزر بياخد وقت والكرنبيط بياخد وقت، واللفت برده هنقطعه مكعبات هنقطعه مكعبات كبيره فبرده هياخد معانا وقت ماشي. عشان الخيار بتاعك ما يتهرش، يا تحطي الخيارايه لو في اصغر من كده حطي الخياره سليمه، يا اما قطعها نصين زي ما انا مقطعها نصين كده. وقت الاكل بنمسكها بقى نقطعها دوائر دوائر كده ساعه الاكل كده. بقى نضفت الخيار اهو، اشيل الحته من هنا البوز بتاعها من هنا ومن هنا وخلاص. بقطعها نصين كده. بس الخياره صغننه كده وحلو، هي الاضاءه بس اللي ايه مش ظابطه معايا والله. بس الخيار صغنن وشكله جميل جدا. ننضف برده الفلفل، ممكن تحط الفلفل مع الخيار عادي مفيش مشكله. طبعا الفلفل برده قرونه كبيره فهنقطعها برده نصين كده. متخافيش الفلفل مش هيتهرى معاكي ولا اي حاجه. بس القرن كبير ازاي فما لقيتش يعني اصغر من كده. فلو لقيت فلفل من اللي هو الصغير خالص، لو بقى فيه فلفل صغير كده او اللي هو الحامي بيبقى برده ايه الفلفل القرن بتاع الفلفل صغير فممكن تخليه القرن في حاله. تمام كده. طبعا الكوبي ما بتخللش، لو خللتيه بيبقى يعني ليه نوع معين كده بتخلل من الكوبي، مش الكوبي من اللي هو احنا بنعمله محشي ما بتخللش، بيبقى ازرق معاكي كده في المخلل وما بيبقاش حلو ماشي. بس كده خلصت الفلفل والجزر. احط عليهم ميه برده واغسلهم غسله حلوه. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه مع الجزر. بصوا بصراحه ايه انا بعمل وبنتي بتغسل ورايا عشان برده ايه ننجز بسرعه ماشي. انا بقى ننضف الجزر. احنا هنخلي اللفت لاخر حاجه عشان طبعا اللفت فيه طينه ما نعملش الدنيا. طبعا الجزر من المخللات الحلوه قوي قوي، فايه حطي زودي جزر زي ما انت عايزه يعني. لو بتحبي الجزر زينا كده زودي الجزر زي ما انت عايزه ماشي. اهم حاجه بقى ناخد بصي ننضف الجزر كده بسرعه بالقشره كده، بنقشره في ثانيه. بصوا
اهي ننضفه كده زي ما قلنا، نجرده بسرعه بسرعه كده، وانتوا واقفه على الرخامه، وانتوا واقفه وانت عايزه تقعدي كده فرشي ملايه بقى، وتقعدي كده تنضفي بسرعه بسرعه كده، بتخلصي في ثانيه. خلص بقى كل الكميه كده، ونضف الليفت كمان معايا واغسله غسله حلوه، وبعدين نرجع بقى ايه نقطع مع بعض المخلل. انا اوريكم برده الليفت بقى ايه بمسكه الاول. انا بنضفه وبحب انضفه كده الاول، مش عايزه بس اوسخ ايدي عشان ايه ما امسك الجزر. بصوا بنضف الحته اللي فيها الطينه ديت كده اهو. اهي الليفت بصوا جميله ازاي اهي. هنضف بقى الجزر ونضف الليفت، وبعدين نرجع بقى مع بعض تاني. كده بقى الكرنبيط بتاعي مسكته غسلته غسله حلوه. اهم حاجه تغسليه غسله حلوه اهو. احط بقى عليه ميه سخنه، نتكتل كده ميه بتغلي. اهم حاجه تكون الميه بتغلي اهو. امسكوا بقى ايه اغطيه، ما تحطيش كمون ولا تحطي كمون ولا تحطي له ملح ولا تحطي له اي حاجه، هو كده بس اهو. وهمسكه اغطيه كده بالغطا واسيبه لغايه ما اقطع الخضار بتاعي يكون هو ايه هو تولعي عليه على البوتاجاز. هو بتغلي له الميه، حتى لو ما عندكيش الكاتل اللي هتغلي الميه تغلي على البوتاجاز، وتقومي طافيه عليها وحاطه الكرنبيط. اول بقى ما تحطي الكرنبيط غطي عليه وسيبيه 5 دقايق او 7 دقايق بالكتير، وصفيه من الميه السخنه اللي هو فيها. بصوا كده بقى غسلت الليفت بتاعي، بصوا بقى عسل ازاي. بصوا لفت كده، حبه لفت كده والجزر عسل اهو. غسلتهم غسله حلوه. اهم حاجه تغسلي الخضار بتاعك غسله حلوه ماشي. طبعا بقى اللفت بتاعنا بصوا بقى نقطع اللفت بتاعنا صوابع كده زي ما بنشتري من بره كده. طبعا المفروض اللي احنا ايه، انا بحب اعمله مكعبات، بس المره دي مش هعمله مكعبات. ليه؟ عشان اللفت يقعد شويه ماشي، عشان يغيب ما يتهريش اهو. بصوا بالقطاعه دي كده بقى، ونقطع ايه الشكل الحلو الجميل ده اهو. بصوا تحفه. نقطع بقى اللفت كله كده، ونقطع برضو الجزر بصوا الجزر بتاعنا اهو. بصوا نقطعه كله كده، بصوا الحجم بتاعه. نقطعها بالسكينه كده، لو ما عندكش اللي هي السكينه ديت بنقطع بالسكينه العاديه عادي خالص، بس هي السكينه دي بتديله شكل حلو يعني. بس طبعا زي ما قلت لكم لو ما عندناش السكينه ديت بنقطع كده اهو. هقطع بقى كل الجزر واللفت بنفس الطريقه. نرجع بقى كده ايه نشوف هنعملها خلطه تحفه كده للمخلل بتاعنا. خلي طعمه عسل، مخلل بقى مشكل مش قادره اقول لكم عليه وعلى جماله. احلى من نشتريه مره من بره 100 مره. نعمل مخلل حلو قوي عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين. بطريقه حلوه جربيه. لو مش عايزه تجربي في الكميه دي كلها جربي في كيلو واحد بس، من كل حاجه نص كيلو اهو. بصوا بصوا بقى كده ايه قطعنا المخلل كله في الجزر تحفه. اهم حاجه بعد ما تقطعيه تغسليه تشطفيه تاني بحبه ميه وتحطيه في مصفى ماشي. ومعايا اللفت العسل اهو، معايا هنا الفلفل والخيار، ومعايا بقى مخلل الكرنبيط. من عشاق المخلل الكرنبيط اهو. حطيته في الميه السخنه وسبته 10 دقايق، مش 7 دقايق ولا 5 دقايق، عشان ايه انا سبته 10 دقايق. لو انت عايز تسيبيه 7 دقايق ماشي، 5 دقايق ماشي. بس انا لما قطعت الجزر واللفت لقيتها يعني كنت ظابطه الساعه لقيتها بقت 10 دقايق ماشي. بس هي بص
كرنبيطه بصوا جامده، مش مهريه ولا اي حاجه. اوعي تولعي عليه البوتاجاز، يا دوب الميه تغلي وتسقطي تطفي البوتاجاز وبعدين تسقطي الكرنبيط بتاعك من غير لا ملح ولا لا كمون ولا اي حاجه. ما تخافيش من، مش هتقولي مش هيبقى ليه ريحه وحشه ولا ليه فيه غازات ولا فيه اي حاجه. اوعي تحطي عليه كمون. ماشي كده ايه المخلل بتاعنا. ماشي نمسكه بقى ايه نقلبوه في بعضه بقى كده. بصوا انا ايدي نضيفه وغسله ايدي اهو، عشان لما نيجي نعبيه في البرطمان بتاعنا يبقى كله مشكل مع بعضه، يعني ميبقاش حاجه وحاجه. بصوا الالوان التحفه. معايا هنا معلقه حبه البركه، ما تكتريش عشان ما يسودش معاكي المخلل بتاعك. معلقه واحده بس بمعلقه الاكل وما تكونش ملانه كمان. معايا هنا فلفل هرساه، مش فلفل حامي. بس انا مش عايزه المخلل يبقى حامي قوي ولا بارد قوي، فالفلفل ده فيه قرون حاميه. ماشي انت بقى حابه المخلل يبقى مشطشط قوي، حطي قرنين فلفل من الاحمر شطه، قرنين شطه احمر. حابه يبقى المخلل بتاعك هادي كده او الشطه بتاعته هاديه، حطي الفلفل اللي هو الرومي. ماشي اوريهولكوا برده. بصوا اهو زي الكوب كده، فلفل رومي اخضر زي الكوب، مش غالي خلي بالك اهو، وحلو قوي. مسكته كده ايه، جبت ربع وهرسته ضربته في الكب. فلفل رومي احمر مش حامي. انا برضو سايبه قرنين عشان اوريهم لكم. ماشي دي هنا كده هرستهم في الكبه، مسكتهم في الكبه وضربتهم كده ايه من غير ميه. لو انت ما عندكيش كبه وحابه تجيبي الفلفل الاخضر الاحمر ده وتضربيه حطي في الخلاط، قطعيه مكعبات صغيره وحطيه في الخلاط، حطي عليه ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه ومعلقه ملح، هيتضرب معاكي وزي العسل. لو ما فيش كبه، لو في كبه حطي الفلفل بس من غير اي حاجه، هيبقى زي العسل، هيتضرب معاكي وهيبقى زي العسل. هنزل بقى كده على المخلل بتاعنا المشكل التحفه اهو. الملح بقى كده ايه، معايا كيس ملح كبير. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. ما عندكيش فلفل احمر ولا حابه انت تشتريه يعني، حطي نص بنجرايه في المخلل ده، نص واحده بنجر. معايا البرطمان بتاعي بقى والجردل بتاعك او اي حاجه اللي انت هتعبي بيها فيها، برطمان اي حاجه. بس انا الجردل ده بحب قوي اخلي فيه المخلل اللي هو المشكل ده، ان انا بعمل كميه فعشان يبقى ايه ياخد الكميه كلها يعني. بس ايه كده نظبطي البرطمان بتاعك. حبه مخلل كده فاخر من الاخر. بصوا يتاكلوا نيين. بصوا كده بقى المخلل بتاعنا، بصوا الجردل تحفه. بصوا الشطه بقى خرت ميه كده لما قلبت المخلل كده. اهم حاجه تكبسي الجردل بتاعك. لو عندك اكياس حطيه في كيسه، حطي كيسه جوه الجردل بتاعك او البرطمان بتاعك، بس يكون يعني لو هو ليه يعني الجردل ده بيبقى ممكن تحطي في كيسه بيبقى حلو، امال البرطمان ما تحطيش في كيسه. تمام كده. انا عمليه الجردل بتاعنا اهو او البرطمان بتاعنا مليته مخلل. بصوا عسل، خد الكميه كلها زي ما قلت لكم انا بعمل كميه فبياخد معايا الكميه كلها، ما بعملش ايه في كذا برطمان. ماشي كده بقى نركن بقى المخلل بتاعنا كده على جنب. ومعايا هنا الميه، معايا 3 رتل ميه، 3 ازايز بالازازه اللي هي الرتل، بعايرهم الاول. انت حابه تغلي الميه وتسيبها لما تبرد وبعدين تحطي فيها الملح ماشي. والله انا جايباها من الحنفيه ما غليتها ولا اي حاجه وبيطلع معايا المخلل زي العسل. تمام كده. سمي بقى بسم الله اهم حاجه. وجبت الميه 3 رتل ميه، نحط على كل رتل ميه 4 معالق ملح. ماشي معالق ما تبقاش ملانه قوي ولا يعني ولا تبقى ايه كده وتقولي دي معلقه، لا، ولا تبقى ملانه قوي كده وتقولي دي معلقه، لا كده كتير. ماشي يعني في المعقول كده كده. تمام كده. نقلب بقى كده مع الملح بتاعنا حلو. هقول لكم دلوقتي على تكايه حلوه قوي قوي تخلي معاكم المعسل السوق المخلل ده عسل نحل كده، عسل. مش هقول لك سكر طبعا يعني، بس خليكي معايا لاخر الفيديو وانا هقول لك. بس هحط كده ايه معلقتين 3 خل، كل رتل ميه لمعلقه واحده خل. اوعي تزودي عن كده، ما اقولكش حط نص كوبايه ولا ربع كوبايه، لا، كل رتل ميه ليه معلقه واحده خل. ماشي. والتلاتة رتل ميه هعصر عليهم ليمونه واحده. المخلل هيبقى زي العسل. انا هحط سكر ولا حاجه بقى. بصي التركايه دي، حطي الماء الخل وحطي الليمون ومش حطيش سكر وهيطلع معاك المخلل زي العسل، وهيطلع بيقرمش كده ومخلل زي العسل ومش مهري منك ولا اي حاجه. اهو
المخلل بتاعنا اهو زي العسل قدامكم. سمي بقى بسم الله وننزل على المخلل بتاعنا بالميه اهو. حبه مخلل بقى كده عسل، حبه بقى هرست الفلفل الاحمر اللي احنا هرسناه بقى. خلي معاك الميه دي بصوا حمرا كده وجميله قوي قوي. المخلل بتاعنا اهو، المخلل بتاعنا بقى زي العسل. وما تخافيش هو شويه بس كده، لما اللفت يشرب ميه بيخس خالص كده وهتلاقي الكبس البرطمان فاضي يعني، مش هيبقى كده ماشي. مش هنزود بقى ميه تاني ولا اي حاجه اهو. الخل بتاعنا اهو يومين كده ولا حاجه هنتك عليه هتلاقيه نزل خالص في البرطمان. بصوا بقى كيسه كده، اهم حاجه تكون كيسه نظيفه. نمسكها بقى كده ايه، نحطها على وش المخلل. اهم حاجه تغطي وشه كده عشان هو ايه ما يخشلوش هوا ويبوظ معاك. المخلل لو خش له هوا هيبوظ معاك، هيطلع من ريحه وحشه وهيبوظ. بصي الكيس كده، بصي بجوز المعلقه. بصي وانا بنزل الكيس بصي بجوز المعلقه. بصي اهو ودي المخلل بتاعنا زي العسل. نفتحه مع بعض ان شاء الله في رمضان اهو. بصوا المخلل، بصوا لونه. عايزه اوريكم لون المخلل. استنى بصوا اللون بتاع المخلل. معلش بقى النور راح. بصوا المخلل بتاعنا، بصوا اللون بتاعه تحفه اهو. معلش بقى انا بعتذر، اللون النور راح. بصوا لونه زي العسل. بصوا بقى كده خلاص. هقفل بقى البرطمان بتاعي. اهم حاجه نقفله حلو. بصوا اوريكي التكه كده اهي اهي. بصوا اهم حاجه نقفله كده خلاص كده. المخلل بتاعنا مش هيخش له هوا ولا هيجرى له اي حاجه، وهيبقى معانا زي العسل. جربوا الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. ولا تحطوا اي اوعي تحطي على الكرنبيط كمون، واوعي تحطي سكر اهو. حابه تحطي سكر حطه، مش هيجرى له حاجه. بس السكر يعني ما عادي يعني، ممكن ما تحطوش ويطلع معاك المخلل زي العسل. طبعا الشركات مش معقوله هتحط سكر يعني ماشي. جربوا الطريقه وان شاء الله تعجبكم والله. دي طريقه المصانع الاصليه. جربوا الطريقه وحطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، بحبكم كتير كتير. بصوا المخلل اهو عسل. حطوا لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.